انا بصفتي خبير مالي كنت زمان دايما اتكلم مع الناس على حاجتين: الادخار، الاستثمار، وينتج عن ده او يبقى في خلالهم. عشان نقدر نوصل لمرحله الادخار والاستثمار لازم نشتغل على التحكم في المصروفات. بعدين اكتشفت حاجه، ان كل اللي احنا بنتكلم فيه ده نقدر نسميه النتيجه. خلف النتيجه دي في سلوك كبير جدا، بدون ما تغير السلوك ده وتعدله استحالة توصل للنتائج اللي احنا بنتكلم عنها. ايه اللي بيحصل؟ اي مستشار مالي دايما يجي معاك، يدخل معاك، سواء اذا كنت هتدخل زوم ميتنج او حتى هتقابله فيس تو فيس، هو بيتكلم في حاجة: ازاي تستثمر، ازاي تدخر، ازاي تقدر توفر. لكن ما بياخدش باله بشكل كبير من السلوك اللي خلف النتائج دي. لذلك تقدر تقول ايه؟ ان انا كل حاجة عندي ليها سبب اللي هو السلوك، وده العارض او الظاهر اللي بيظهر بره. فاحنا قبل الكوتشنج المالي كنا بنعالج ده، بنعالج النمبرز، بنعالج الارقام. انا هقعد معاك نسجل مصروفاتك ونشوفها. لكن سؤال: هو ايه المشكله اللي مخلياك تقع في فكره ان انت مصروفك اكبر من دخلك؟ اكيد ليها علاقه بالسلوك. احنا في الجانب المالي في الاغلب ما كناش بناخد بالنا من النقطه دي اصلا. فكره ان انا ما بشتغلش على السلوك، انا بشتغل على النتيجه، على فكره الادخار، فكره الاستثمار.